بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتوقعوا من حيفوز بدوري روشن؟ الفريق رقم ألف ولا الفريق رقم باء، ولا حيجي فريق من الفرق المتأخرة ويفوز بالدوري؟ طبعا العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال ايش يحتاج كل فريق؟ طبعا كل فريق يحتاج انه يفوز، وحيفوز بالدوري فريق واحد، لكن كل فريق يفوز في المباراة المتبقية يعتبر فائز. إلا فاز بالدوري ولا ما اتأخر من المكان اللي كان فيه فايز، ولا كان متأخر وتقدم فايز. وننتقل إلى المشهد الثاني، وهذا المشهد الحقيقي، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا عشان نكون عبيد وننفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى، نؤدي ما أمر الله من عبادات، وأهمها الخمس الصلوات في وقتها. وهذا الفوز الحقيقي. احنا الرجال نؤدي هذه الصلوات الخمس في المساجد ما لم يكن في عذر شرعي، والنساء يؤدوا هذه الصلوات في وقتها. وإحنا مقبولين على بطولة فيها من الجوائز الكثير، شهر رمضان 30 يوم و29 يوم صيام، وهذا فوز، وصلوات تراويح وتهجد، وهذا فوز، وقراءة قرآن، وهذا فوز، وصدقات وغيرها من أمور نعرفها في رمضان. لكن يا جماعة الفوز الحقيقي ولا فعلا البطولة الحقيقية أن نصلي صلاة الخمس وقتها، سواء في رمضان أو قبل رمضان أو بعد رمضان، طول ما إحنا أحياء. هذه صلاة الخمس هي الأساس، وهي الفوز، وهي اللي لابد الإنسان يهتم فيه، لكن لا يقصر، فهذا لابد ينتبه لنفسه أو تنتبه لنفسها. ونرجع للمشهد الأول. هذا عبد الرحمن علي، وجيد هذا الفريق صراحة، أو النادي أو الأكاديمية. فزتوا ولا انهزمتوا؟ لا أنا خسرت. بابا طيب الفوز الحقيقي فين؟ نحن فين الفوز الحقيقي؟ فين الفوز الحقيقي؟ فين؟ لا فين؟ أنا في المسجد. في المسجد. فين الفوز الحقيقي؟ نروح على فين ذحين؟ يلا. هذا الفوز الحقيقي، صلى الله أن يثبتنا وإياهم بالقول الصالح. اللهم رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطل، وارزقنا. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.